اهلي اوروبا هيلاعب ريال مدريد بتاع افريقيا. انا يوسف التهامي العميد. عنوان غريب صادم قاسي، بس تعالى نفصصه كده مع بعض بسرعه. ريال مدريد فريق كسب كل البطولات اللي شارك فيها، اكتر نادي كسب دوري ابطال اوروبا في التاريخ، اكتر نادي واخد الدوري في بلده، ونادي لعب فيه لعيبه من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ الكوره، نادي عمل اساطير كتير جدا، وهو النادي الاضخم جماهيريا في العالم. نروح على نطاق اضيق شويه ونتكلم عن النادي الاهلي في افريقيا، اقوى فريق في القاره على مر التاريخ، اكتر نادي واخد الدوري في بلده، واكتر نادي واخد الكاس في بلده، نادي عمل اساطير كتير جدا، وهو برضه النادي الاكثر جماهيريا بس في المنطقه. ارقام: الفرقتين بيلعبوا بعض في الدور قبل النهائي في بطوله رسميه تبع الفيفا، وجماهير الاهلي ما عندهاش حاجه تبكي عليها، لان طبيعي في فرق في المستوى رهيب، والضغط هنا هيبقى عليهم هم الفريق الاكبر. محدش يزعل، دي كوره يا جماعه والحق ما بيزعلش. ودينا شفنا المغرب في كاس العالم وريتنا قد ايه ان مفيش حاجه كبيره على ربنا وعلى جماهير الاهلي انها تعمل حاجتين: اول حاجه انهم يتفائلوا عشان مفيش حاجه يبكوا عليها زي ما قلنا من شويه، وتاني حاجه انهم يصدقوا ان هم يقدروا يعملوا كده. هستناك تحت تكتب لي في الكومنتات تتوقع الماتش هيخلص كام.